نيرو، لكن بينج لسه مبيبقاش عايز ينام، فبيفكر يعمل ايه، فبيفكر يقرا القصة بتاعته، وفعلا بيرتاح عليه. وبتظهر الشرطة في بيت لارن، والمحقق بيطمنهم وبيقول لهم انهم هيبذلوا اقصى مجهود لديهم عشان يرجعوا ابنهم، وفعلا بيبذلوا اقصى مجهود لديهم. ويظهر الطفل بعد كده هو بيتفرج على قصته، وبيلمح على الشباك اللي يكون شبه اللي في القصة بالظبط، فبيروح وراها وبيلمح سلم الطوارئ عشان يروح معاها، ويبص على العصابة اللي خاطفينه من فوق، وبيقع على ظهر ايدي. اللي بعد كده بيضرب فيكي وبيفتكروا يكون هو اللي عمل كده، بيقول انه عملش حاجة. وبعد كده بيسمعوا صوت بنج اللي ينصدموا لما يشوفوه، ويقوموا هما الاتنين جري بسرعة ويصحوا يرمي، ويطلعوا جري عشان يلحقوا الطفل، ويلاقوه بيعدي على لوح خشب في المبنى اللي قدامهم. واول ما الطفل بينزل اللوح بيخبط ايديه، واصحابه بيحاولوا يقوموه لكن بيبقى دايخ، وبيقرروا يروحوا ورا بنج وينط على سطح المبنى، ما عدا ايدي اللي بيقع في صندوق الزبالة. يكون بينج داخل من شباك شقة وعايش حياته ومحدش حاسس بيه خالص. المرة دي بتفتح لعامل توصيل الطلبات،